طيب اول حاجه معنا في اللعبه اللي هي طبعا الكلان كاستل زي ما تشوفونها قدامكم ليفل 7. هذا شكله من فوق احمر، احس انه ما هو مره مبدع فيه. لكن بمعنى الكلام ان يبغى كلان كاستل لليفل 7 يكون مساحته 40، يتحمل مساحه الجنود 40. فما ادري، اعطونا رايكم، وش رايكم في الفكره، وش رايكم فيها؟ ما عليكم من التصميم ممكن يتعدل عليه، لكن وش رايكم في فكره انه يكون الكلاين كاست ليفل 7؟ بالنسبه لي ممكن يكون حلو، ممكن يكون لا. بالنسبه لنا حلو، بالنسبه ان اوكي ان كلاين كاست ليفل 7 ومساحته اكبر شيء زي كذا. لكن بالنسبه يوم تيجي انت تهجم راح يطلع لك الدعم بمساحه 40، مساحه 40 يعني راح ينشب لك نشب بشكل ما هو طبيعي. فطبعا ما في شيء بهذه الحياه ما له يعني شيء سلبي وشيء ايجابي. فانت اكتب لنا رايك وش فيه، ان اذا كان تاون هول او عفوا الكلان كاستل ليفل 7. الاقتراح الثاني معانا اللي هو جندي جديد باسم ريبير او شيء زي كذا. طبعا اول شيء خلينا نقول لكم وش خصائص هذا الجندي. الدمج حقه طبعا هذا ليفل 1، الدمج حقه 42، الهيت بوينت 65. طلع بالدارك الكسير، ما ادري يقول انه ب8 دارك الكسير، وش تسوي 8 يعني ارخص من الذبانه حتى. طبعا فوفر التارجت، وش يفضل بالاشياء اللي يهجم عليها؟ اي شيء يعني يدمر اي مبنى قدامه. الدمج تايب حقه يدمج سنجل تارجت، يعني حاجه واحده يدمجها. عندك التارجت كيف يضرب ارضي وجوي، والهاوزنج سبيس مساحته 2. عندك الوقت اللي تطلع فيه 45 ثانيه، والموفمنت سبيس سرعته 32. سرعته 32 احس انه مره سريع. شكله على ما ادري كيف، شكله شوي حلو مو بحلو. احس انه ماخوذ من لعبه ثانيه ما ادري، لكن احس انه ماخوذ من لعبه ثانيه شيء زي كذا، لان في شخصيات اذكر في العاب زي كذا هذه الشخصيات. فما ادري، اعطونا رايكم من ناحيه الشكل الجندي، من ناحيه الخصائص حقته، من ناحيه الضرب حقه، الدمج حقه، هذه الاشياء، من ناحيه اسمه. فما ادري. الحاجه اللي بعدها واللي هي شيء مره عجبني، انه ينزلون زي التمثال زي البرج شيء زي كذا، بس مجرد شيء تحطه بالقرية على شكل ويتش. شكلها مرة خرافي، يطلعها ب200,000. ما ادري هذه هو الهدف انه يبغى يسويها لا تكون دفاع. ما اتوقع انه بيكون في ملك ثالث في كلاش اوف كلانس، احس انها مرة صعبة. فانا افضل انها تكون تمثال على هذا الشكل للويتش. احس ان شكلها مرة جامد، وهي رافعة يدها وماسكة العصا السحرية حقتها. وغير كذا 200,000 سهلة، فيمديك تطلعها بسهولة. الحاجة اللي بعد عندنا بهذه الحلقة انه يكون في جيم كوليكتر. اغلب الناس طلعت تصاميم كثير عن الجيم كوليكتر. تقدر تدور في اليوتيوب، في جوجل، في انستغرام، في كل مكان عن الجيم كوليكتر. لكن ما اتوقع انه بيضيفونها، لان بهذه الحالة ما بيصير احد يشحن. طبعا هذا الشخص اجنبي رسم شكله او صورة الجيم كوليكتر. حط لك مساحة حقتها 3 مربعات ب3 مربعات. 3 جيم في الساعة، والماكسيمم الجيمز هو 30، يعني وصل 30 خلاص ما عاد يزيد لازم تاخذهم. ما اتوقع ان بيضيفونها صراحة، قلت لكم، لكن ممكن اذا كان شيء مرة قليل، يعني جوهرتين ولا جوهرة في الساعة، اوكي ممكن. لا لكن مع ذلك كلاش اوف كلانس راح تخسر فلوس. فما اتوقع ان بيضيفون هذه الحاجة، لان اصلا هم معتمدين على اللاعبين اللي يشحنون كثير. الحاجة اللي بعدها واللي هي تاون هول ليفل 11، تاون هول ليفل 12. هذا شكله امامكم. شكله صراحة احس انه حلو مو بحلو بنفس الوقت. شكله من ناحية الجمجمة اللي عند الباب مرة حلوة. ما ادري، هذا التاون هول اساسا اقترحوه لتاون هول ليفل 11. فما اتوقع بيضيفوا هذا اللون الازرق، يغيروا اللون كامل، لان اساسا لو تلاحظون على بيوت كلاش اوف كلانس على التاون هول تلاحظوا ان البيوت عبارة عن لون واحد ماشي تقريبا. يعني عندك تاون هول ليفل 10 لون غامق، تاون هول ليفل 11 شوي فاتح، التاون هول الباقي عبارة عن برتقالي. ما هو برتقالي، يعني شبه برتقالي على الاصفر. فما اتوقع بيضيفون وبيغيرون الشكل كله يخلون لونه ازرق. لكن مجرد اقتراح، مجرد فكرة. فبس يا شباب هذا كان عندي هذا اليوم. اتمنى المقطع عجبكم. اذا عندك افكار يعني اقتراحات للعبة اكتبها تحت في الكومنت، وباذن الله اني اطلعها في المقطع القادم. بس يا شباب ربي يسعدكم على المشاهدة، ما نفد اسمع معكم، اشوفكم على خير، مع السلامة.